شايفين الفيديو اللي قدامكم ده وانا بتكلم انجليزي؟ They're loaded with beta carotene which our bodies convert to vitamin A. ده مش حقيقي. طب الصورة دي اللي شفايفها عمالة تتحرك وبتتكلم، ايه زيكو يا جدعان عاملين ايه فيديو النهارده عن افضل موقع للذكاء الاصطناعي؟ ده برضه مش حقيقي. تعال اقول لك في الفيديو ده على موقع خطير جدا شغال كله بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، تقدر عن طريقه تعمل التالي. اولا تعمل فيديو ترانسليشن اللي هو ترجمة لاي فيديو مثلا قدامك بيتكلم بالانجليزي تنزل عليه الترجمة بالعربي وتخلي حتى الشخصية تتكلم بالعربي. ممكن برضه تعمل فيس سواب او تبديل وشوش اثناء الفيديو. ممكن برضه تعمل ايمج جنريشن او توليد صور برضه بالذكاء الاصطناعي. مش بقول لكم جامد؟ لا، ورابع حاجه واهم حاجه فيهم اسمها سينجينج افاتار او رياليستيك افاتار. ده من الاخر بيتعمل لك شخصيه كده هي اللي بتغني، تحط لها اي كلام تقوله. شخصيه ايه، ممكن فيديو ليك انت او صوره ليك انت، هو يحولها بقى لفيديو بيعمل اي حاجه، يتكلم باي كلام تقوله، يغني اي اغنيه تكتبها له او تبعتها له. من الاخر بيحولك انت لشخصيه اي اي كده. والموقع بقى اللي بقول لكم عليه ده اسمه acool.com او acool.com. تعالوا كده اما نجربه سوا، ولكن حابب اقول لكم ان الرابط الرسمي بتاع الموقع ده متساب تحت في الديسكربشن او في صندوق الوصف، وهسيبه لك برده في اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده بحيث ما تروحش لاي موقع غلط او اي حاجه توديك على موقع تاني. بالاضافه لان هسيب لك تحت خصم 40% على اي حاجه في الموقع ده، كود كده صغير هتدخله في الاكونت بتاعك في الموقع هينزل لك الخصم. ولكن في بدايه الفيديو بقى طبعا مش محتاج افكرك باللايك الجميل وتشترك في القناه مش مشترك عشان كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، ويلا بينا اما نتشقلب في مواقع الذكاء الاصطناعي كده. يلا بينا. ماشي، واول بقى ما هتدخل على اللينك اللي انا سايبه لك تحت في الديسكربشن او في صندوق الوصف، هيفتح لك الرابط الرسمي الخاص بموقع اكول اللي قلت لكم عليه، اللي من اول ما تشوفه كده هتحس انك طلعت الفضاء. منظر الديزاين اصلا والتصميم بتاع الموقع عامل كده شبه المجره اللي احنا عايشين فيها، المجموعه الشمسيه اهي، ودي الكواكب او المزايا بقى الخاصه بالذكاء الاصطناعي الموجود على الموقع، وادي كل ميزه فيهم او كل خاصيه واللي هنستعرضهم سوا اثناء الفيديو. ولو نزلت بقى لتحت هتلاقيه جايب لك بقى امثله وفيديوهات لحاجات هو بيعملها بالموقع ده، زي مثلا نبدل صوره الطفل او وش الطفل الصغير اللي شفناه من شويه ده بالوش بتاع ايلون ماسك. بصوا كده. ولكن مش عايزين نغوط اكتر من كده، عايزين نخش على طول في التجربه الفعليه. عشان نبدا بقى بتجربه اول ميزه واول خاصيه موجوده في الموقع ده، هتدوس على بلاتفورم. هنا يظهر لك كل الخدمات الخاصه بالموقع، ممكن تدوس اول برودكتس هيفتح لك كل حاجه. ومن هنا بقى لو حابين نبدا باول ميزه فيهم وهي فيس سواب او تبديل الوشوش، تعالوا نجرب مثلا نبدل وش واحد صاحبي بوشي انا. ودي هنعملها ازاي؟ عن طريق ان هنا بيقول لك دوس على تشوز فايل او اختار الملف او الصوره اللي انت عايز تغيرها. هدوس هنا اهو تشوز فايل واختار ادي صوره صاحبي. على الشمال هنا هتلاقي ديتكتد فيس او الوش اللي هو لقطه. هتقول لي فين الوش، وفي وش غير ده؟ هقول لك هو لقط الوش بتاع الراجل اللي ماسك عصايه البلياردو ورا هنا، ولكن احنا عايزين نغير وش صاحبنا فهندوس عليه كده. ومن هنا بقى المفروض نقول له هنبدله بايه. انا كنت رافع صوره ليا قبل كده، انت عشان ترفع صوره ليك هدوس على علامه الزائد دي وتعمل ابلود. فانا هختار صورتي الشخصيه وهقول له فيس انهانس او حسن لي الوش، بيعلي الكواليتي جامد بتاعت الصوره. وبعد ما تعمل كل ده هتدوس هنا على هاي كواليتي فيس سواب. واول بقى ما هتدوس عليها هتروح لللايبراري، اي حاجه بتعملها بتخش على اللايبراري بتلاقيها. فنخش بقى على اللايبراري هنا وجوه فيس سواب هنلاقي الصوره اتعملت وجاهزه، وتعالوا نستعرضها سوا اهو. بصوا بجد حاجه مبهره، يعني حط وشي مكان صاحبي. طب استنوا اوريكم الصورتين جنب بعض كده. بص كده، حتى في صورتي انا ما كنتش بضحك اصلا، ولكنه ايه، دمج الصورتين في بعض وبدل ملامحي بملامح صاحبي، وطلع لنا النتيجه النهائيه دي بصوره البشره فيها بصوا تقريبا ما فيهاش اي غلطه، والصوره بقت منوره وشارب اكتر ومليانه تفاصيل. وعشان تحملها هتدوس هنا على علامه الداونلود كده، هتلاقيها هي هتبدا تتحمل معاك على طول، ولكن انا كنت حملتها قبل كده فهنضيع دي. ونخش بقى سوا على تاني ميزه. وتاني ميزه بقى عندنا اللي هي الرياليستيك افاتار او السينجينج افاتار. دي من خلالها بيحولك انت كشخص كده الافاتار او شخصيه مش حقيقيه، يبتدي يعدل عليها بقى، يحرك مثلا الشفايف بتاعته على حسب الكتابه اللي هتحطها له، كل حاجه تقدر تعملها من هنا. فانا كنت رافع فيديو ليا، كل اللي عليك تعمله عشان ترفع فيديو ليك برده هتخش على الافاتار هنا على الشمال، ومن هنا نيو افاتار وبعدين ابلود نيو افاتار. ممكن تحط صوره او فيديو، ولكن انا كنت حاطط فيديو ورفعته قبل كده فهو ده. هدوس عليه وفي تكست سكريبت هكتب اي كلام انا عايزه يقوله. طب انا دلوقتي هكتب الكلام يتقال بانهي صوت بقى؟ ممكن اخلي صوتي اصلا يتقال بصوت البنت دي، يبقى يتحول صوتي من صوت راجل عادي لصوت بنت. ولكن انا مثلا هختار بنفس صوتي عادي، ولكن يقول الكلام اللي انا هكتبه له بالانجليزي دلوقتي. انا طبعا استعنت بتشات جي بي تي عشان يكتب لي كلام او سكريبت عن فوائد الجزر، والفيديو بتاعي ده اصلا كان بيتكلم عن الجنريتورز والمحاولات. تعالوا نشوف كده بقى ايه، نقول له جنريت اوديو ونسمع مع بعض. شغل بقى. Hi everyone. Today I'm excited to share with you the amazing benefits of carrots.
These vibrant crunchy vegetables. بصوا هو بنفس صوتي ولكن باكسنت هندي شويه، ولكن ما علينا. مجرد ما هدوس جنريت بريميوم ريزولتس هيخلي بقى الشفايف بتاعتي تبتدي تتحرك مع نفس الكلام اللي انا كاتبه هنا وبنفس الصوت اللي انا كاتبه. ولكن ثواني خلوني اوريكم برضو الفيديو الاصلي. ده كده الفيديو الاصلي، اسمعوا. وهنا انا عايز حاجه تشغل لي لابتوب بيشحن بقدره 300 واط على شاشه بقدره 60 واط وراوتر صغنون كده من 10 ل 20 واط وراوتر صغنون كده حوالي 20 واط. تعالوا بقى نشوف هو عمل ايه. نخش برضو على اللايبراري بعد ما ندوس جنريت ونشغل الفيديو. نشغل الصوت. To share with you the amazing benefits of carrots. These vibrant, crunchy vegetables are not only delicious but also incredibly nutritious. First off, carrots are fantastic for your eye health. They're loaded with beta-carotene, which our bodies convert to vitamin A. This helps maintain good vision and can even prevent night blindness. زي ما انتم شايفين طبعا كل ما الفيديو بتاعك يكون الكواليتي بتاعته اعلى وتعرف تصور فيديو من غير اي لقطات او اي كاتات جوه الفيديو او اي كاتس تكون قاطعه الفيديو، هتلاقي الدنيا معاك احسن من ده كمان بكتير جدا. هنا طبعا انا عملت استنساخ لصوتي بالكتابه اللي انا عايزها وطلع لي النتيجه دي، وبرضه هحملها من الزرار ده. والتالت ميزه معانا بقى هي ستريمنج افاتار. دي من الاخر بيعمل لك افاتار او شخصيه برضه وهميه تديها الكلام اللي تقوله بحيث تستخدمه مثلا في اي ميتنج او اي حاجه مثلا في شركه في بيزنس عندك من غير ما تحتاج انت الظهور بوشك. تختار لها طبعا اللغه وعايزها ميل ولا فيميل وبانهي صوت وتقولي كل حاجه. ورابع ميزه بقى والميزه المهمه قوي هي فيديو ترانسليت، ترجمه الفيديوهات بتاعتك. على سبيل المثال الفيديو اللي انتوا لسه شايفينه ليا من شويه انا رفعته من خلال التشوز فايل هنا، طلع لي الفيديو ده. هقول له بقى الاوريجينال لانجوج بتاعتي اللي هي العربي، انا عايز ترجمه مثلا من عربي لانجليزي، فهدور على ارابيك. فين العربي؟ عربي اهي. طبعا الموقع ده بيدعم اللغه العربيه بالكامل. وتارجت لانجوج عايزها بالانجلش اهو. والليب سينك هقول له ناتشورال طبيعي وبس كده. هدوس على جنريت بريميوم ريزولتس اهو هنا. واول ما اروح لللايبرري بتاعتي هنا وادوس على فيديو ترانسليت او ترجمه الفيديوهات هلاقي الفيديو بتاعي جاهز اهو. دوس عليه. بصوا نعمل الصوت. A 300 watt laptop, a 60 watt screen and two small routers, one between 10 to 20 watts and another around 20 watts. Furthermore, it should operate a few fans in case of good weather. Additional explanations are presumably superfluous. حسن طبعا الوش بتاعه كمان ترجم كل الكلام اللي انا بقوله من عربي لانجليزي، وبصراحه الترجمه بتاعته دقيقه جدا جدا جدا، قال نفس الكلام اللي انا قلته في الفيديو الاصلي. وده يخلينا نقفل ده ونخش على الميزه اللي وراها التوكينج فوتو او الصور المتكلمه. هنا انا هخلي اخويا اهو، اخترت صورته ورفعتها من تشوز فايل، واخليه بقى يقول ايه بصوتي. اخليه يقول ازيكم يا جدعان، خليه يقول كلامي عاملين ايه، فيديو النهارده عن افضل موقع للذكاء الاصطناعي. وطبعا لو عايز احط سكوت بعد كل جمله اهو علامه السكوت من هنا برضو، وهنا برضو ضيف لي سكوت اهو. وهنا انا عايز حاجه تشغل لي ده الصوت بتاعي، فهيدمج بقى الصوت بتاعي مع الصوره دي ويحرك الشفايف هنا. وهدوس برضو جنريت بريميوم ريزولتس وادي النتيجه النهائيه. ايزيكو يا جدعان عاملين ايه فيديو النهارده عن افضل موقع للذكاء الاصطناعي. ايزيكو يا جدعان عاملين ايه فيديو النهارده عن افضل موقع للذكاء الاصطناعي. بصوا واحد اهو قاعد ببيعل عليه، فيديو النهارده عن خلينا نتكلم براحتنا بالصوت اللي احنا عايزينه بالكلام اللي على مزاجنا. ميزه فعلا روشه وجميله قوي. واخر بقى ميزتين معانا، اول ميزه منهم وهي الايمج جنريتور، ودي اللي عن طريقها تقدر تخليه يولد لك صور بالذكاء الاصطناعي، تكتب له اي حاجه انت عايزها. على سبيل المثال اللي انا جربته قبل كده، مثلا هقول له مونكي قرد بلاي ا بيانو، قرد بيعزف على البيانو، وهدوس على جنريت بريميوم ريزولتس برضو، وهيطلع لنا القرد الجميل ده اللي قاعد بيعزف على البيانو، واللي الصور للحقيقه بكواليتي عاليه جدا 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 جدا. عجبتك مثلا اي صوره فيهم هتيجي عندها هنا وتدوس على داونلود او تحميل، هتلاقيها بدات تحمل معاك على طول. انا طبعا حملتها قبل كده. على سبيل المثال عايز احمل برضو الصوره دي، هدوس عليها كده وداونلود كمان مره وبس كده، هتلاقيها فتحت معاك الصوره. موقع فعلا يا جدعان عالمي. والميزه بقى الاخيره اللي فيه هي باك جراوند تشينج، اللي بيغير لك الباك جراوند لاي صوره عندك مثلا او اي برودكت او اي منتج او اي حاجه. هتدوس برضو تشوز فايل. على سبيل المثال انا اخترت الفازه دي، كنت محملها اهي قبل كده. طبعا هو عزل الخلفيه، تقدر تحط اي خلفيه على مزاجك، وليكن مثلا دي او دي، وتحطها مثلا هنا، تصغرها تكبرها براحتك. ولكن انا بقى عملت ايه، جبت القرد وحطيت الفازه فوق دماغه اهو، صغرناها شويه، فازه على دماغ القرد. ممكن نصغرها كده عشان تبان كلها اهو. وبعد كده لو عجبتك الصوره يلا على طول بقى انت عارف هتعمل ايه، جنريت بريميوم ريزولتس برضو، تشوف بقى النتيجه النهائيه اهي.
القرد بتاعنا الجميل شال على دماغه الفازه. كده اكون استعرضت معاكم كل حاجه تخص الموقع الخاص بالذكاء الاصطناعي ده، ولكن لو حابين نعرف بقى الاسعار بتاعت الموقع ده هتخش على برايسنج. طبعا انت اي حاجه بتعملها هنا بحاجه اسمها كريدتس. على سبيل المثال مثلا ميزه زي الرياليستيك افاتار دي ب 20 كريدت، الايمج جنريتور دي ب4، في حاجات تانية ب2 زي الفيس سواب مثلا. كل ده تقدر تعمله عن طريق ان يكون معاك كريدتس زي هنا. طب انا جبتهم منين؟ هتخش على برايسنج او التسعير. في عندك طبعا نسخه فري دي بتديك 25 صوره او دقيقه ونص من الفيديوهات، وطبعا اكتر من 29 لغه واكتر من 60 فري افاتار تستعملهم في اي مكان. ولكن لو حابب تشترك بقى مثلا اشتراك شهري فعندك هنا ب $56 تاخد 1700 كريدتس. اما لو عايز حاجه اقل فممكن 600 كريدتس زي اللي كانوا معايا هنا ب $20 بس، يعني حوالي 1000 جنيه، يديك كل حاجه جوه البيزك دي. وعندك بقى كمان ميزه استنساخ الصوت باي افاتار انت عايزه، وتكسبورت او تطلع فيديوهات لحد 1080p، وازاله برده للوتر مارك او العلامه المائيه. وممكن تعمل بقى باقه شهريه ولكن ده بتكون اغلى شويه. الاحسن انك تشترك في الباقه السنويه وتدفع بقى شهر بشهر. وبس كده، يلا بينا نختم الفيديو مع بعض. وبس كده، دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او فاتكم. ما تنساش في نهايه الفيديو بقى اللايك بتاعك الجميل عشان فعلا بيفرق، وتشترك في القناه لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك واشوفكم فيديو جديد. سلام.